السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أبطال تالتة إعدادي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات درس خصائص سكان العالم. وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو، شير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال رقم 1، اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. تختلف الدول المتقدمة عن الدول النامية في ايه؟ في انخفاض معدلات الزيادة الطبيعية. رقم 2، يظهر التفاوت الكبير، التفاوت يعني الاختلاف الكبير في معدل المواليد بين قارتي أوروبا وأفريقيا. رقم 3، ثاني أكبر القارات في معدل الوفيات هي قارة ايه؟ قارة أفريقيا. رقم 4، يصل معدل الزيادة الطبيعية إلى 0 في قارة ايه؟ في قارة أوروبا. يصل معدل الزيادة الطبيعية إلى 0 في قارة أوروبا. رقم 5، أعلى نسبة من السكان البالغين توجد في دول ايه؟ بتوجد في دول غرب أوروبا. رقم 6، تعتبر من الدول ذات الرعاية الطبية المنخفضة هي دولة أثيوبيا. رقم 7، دولة ذات رعاية طبية فائقة دولة روسيا. 8، أقل نصيب للفرد من الدخل القومي بيوجد في أفريقيا. رقم 9، تعد دول غرب أوروبا من الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع. دول غرب أوروبا من الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع. رقم 10، من أمثلة الدول ذات الدخل الاقتصادي فوق المتوسط هي دولة المكسيك. رقم 11، دولة ذات دخل اقتصادي أقل من المتوسط هي دولة هايتي. رقم 12، من الدول ذات الاقتصاد الزراعي المنخفض دولة باكستان. رقم 13، أقل نسبة للعاملين بالنشاط الزراعي توجد بقارة ايه؟ توجد بقارة أستراليا. دي رقم 13، قارة أستراليا. رقم 14، يرتفع معدل المواليد في قارة لعدة أسباب أهمها النشاط الاقتصادي السائد في قارة أفريقيا. رقم 2، أمامك خريطة للعالم، استعن بالأرقام التي عليها وأجب عما يأتي. زي ما احنا شايفين قدامنا خريطة للعالم، تعالوا نشوف الأرقام بتشير إلى ايه. 1، أقل قارات العالم في معدلات المواليد بيمثلها الرقم 6. يمثل الرقم أقل قارات العالم في معدلات الوفيات رقم 4. يشير الرقم إلى دولة إفريقية انخفض بها معدل الوفيات طبقا لعام 2014 نتيجة الرعاية الصحية هي الرقم 7. يشير الرقم والرقم إلى دولتين آسيويتين يصل معدل المتعلمين بهما إلى أكثر من 95%. رقم 1 ورقم 8. يمثل رقم 2 قارة ذات رعاية طبية فائقة وهي أمريكا الشمالية. يعتبر الرقم يشير الرقم إلى دولة ذات دخل اقتصادي فوق المتوسط الرقم 9. القارة التي يوجد بها أعلى نصيب من الدخل القومي يمثلها الرقم 5. السؤال رقم 3، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. رقم 1، تنخفض معدلات الزيادة الطبيعية في أمريكا الشمالية بينما ترتفع في أفريقيا. الإجابة صحيحة. رقم 2، الدول التي تراعى بها مستويات الوقاية الصحية تقل بها معدلات المواليد. الإجابة خطأ. ليه؟ الدول التي تراعى بها مستويات الوقاية الصحية بتقل بها معدلات ايه؟ الوفيات. رقم 3، ترتفع نسبة فئة صغار السن بالدول المتقدمة وتنخفض بالدول النامية. الإجابة خطأ، وهنا عكسها لي، المفروض تصحيح العبارة هقول تنخفض
يبقى تصحيحها: تنخفض نسبة فئة صغار السن بالدول المتقدمة وترتفع بالدول النامية. وترتفع فين يا حبايبي؟ في الدول النامية. رقم 4: معظم دول أوروبا من الدول ذات الرعاية الطبية المرتفعة. خطأ، عشان أوروبا من الدول ذات الرعاية الطبية الفائقة. من الدول ذات الرعاية الطبية الفائقة. رقم 5: الإمارات دولة ذات رعاية طبية منخفضة. هقوله الإجابة خطأ. ليه؟ عشان الإمارات دولة ذات رعاية طبية مرتفعة. رقم 6: أعلى نصيب للفرد من الدخل القومي في العالم يوجد في قارة إيه؟ آسيا. هقوله برضو خطأ. أمال بيوجد في قارة فين يا حبايبي؟ قارة أستراليا. قارة أستراليا. تنتمي مصر إلى الدول ذات الدخل الاقتصادي أقل من المتوسط. الإجابة صحيحة. رقم 8: تعمل النسبة الكبرى من قوة العمل بالدول النامية بأفريقيا في مجال الزراعة. الإجابة صحيحة. رقم 4: صوب ما تحته خط. تتميز قارة إيه بمعدل مواليد مرتفع؟ معدل مواليد مرتفع يبقى قارة أفريقيا. تاني حبايبي: معدل مواليد مرتفع قارة أفريقيا. رقم 2: تتميز قارة إيه بمعدل وفيات مرتفع؟ بمعدل وفيات مرتفع هي قارة أوروبا. الوفيات المرتفعة في قارة أوروبا. تعد أوكرانيا من الدول ذات الدخل الاقتصادي إيه؟ أقل من المتوسط. أقل من المتوسط. رقم 4: عدد السكان ثابت في قارة إيه؟ عدد السكان ثابت في قارة أوروبا. هقول في قارة أوروبا. رقم 5: تعتبر دول الخليج العربي من الدول ذات الدخل الاقتصادي إيه؟ المرتفع. السؤال رقم 5: ما المقصود بالمصطلحات الجغرافية الآتية؟ ديموغرافيا زيادة طبيعية، تركيب عمري، قوة العمل. المقصود يا حبايبي بديموغرافيا هو علم دراسة السكان من حيث ايه؟ النمو والتوزيع والتركيب السكاني. طيب المقصود بمفهوم زيادة طبيعية هي ايه؟ ناتج الفرق بين مين ومين؟ ناتج الفرق بين معدلات المواليد ومعدلات الوفيات. طيب المقصود بتركيب عمري هو ايه؟ دراسة عدد ونسبة كل مجموعة من سكان منطقة ما وفقا لإيه؟ وفقا لفئات عمرية محددة. طيب المقصود بقوة العمل هو عدد الأفراد في سن العمل والقادرين عليه والذين يعملون فعليا أو يبحثون عن العمل. رقم 6: اعط تفسيرا لما يلي. ارتفاع معدلات المواليد في قارة أفريقيا. ليه معدلات المواليد مرتفعة في قارة أفريقيا؟ بسبب ايه حبايبي؟ رقم 1: بسبب انتشار الأمية والفقر في معظم دول القارة. رقم 2: الاعتماد على الزراعة البدائية والرعي. رقم 3: انتشار بعض العادات والتقاليد السلبية مثل الزواج المبكر للإناث والرغبة في إنجاب أكبر عدد من الأبناء. رقم 2: اعط تفسيرا أو بما تفسر ارتفاع معدل الوفيات في قارة أوروبا. ليه الوفيات معدلها مرتفع في قارة أوروبا؟ بسبب ايه حبايبي؟ بسبب زيادة عدد كبار السن. بسبب زيادة عدد كبار السن. 3: بما تفسر انخفاض معدل الوفيات في مصر. ليه معدل الوفيات منخفض في مصر؟ رقم 1: بسبب الرعاية الصحية. رقم 2: الاهتمام بصحة الأطفال. بما تفسر زيادة عدد كبار السن في الدول المتقدمة. ليه الدول المتقدمة بيزيد فيها عدد كبار السن؟ بسبب التقدم في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية. تاني: بسبب التقدم في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية. بما تفسر ارتفاع نسبة المتعلمين في مصر إلى 65% من السكان. رقم 1: بسبب زيادة الاهتمام بالتعليم في مراحله المختلفة. رقم 2: جهود الدولة في مجالات محو الأمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. بما تفسر حرمان المرأة من التعليم في بعض دول العالم.
بسبب انتشار بعض العادات والتقاليد السلبية في بعض دول العالم، مثل تفضيل الزواج المبكر للإناث. رقم 7، بما تفسر اختلاف الخصائص الاقتصادية لسكان العالم. رقم 1، لأنها تتوزع وفقا لتنوع الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها السكان في كل دولة. النقطة الثانية، دخل السكان. بما تفسر تعد دول الخليج العربي من الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع. ليه دول الخليج العربي من دول اللي هي الدخل الاقتصادي المرتفع؟ لأنها تعتمد على استخراج البترول وتصديره إلى الخارج وتصنيع مشتقاته. بما تفسر معظم دول أفريقيا ذات دخل اقتصادي منخفض. رقم 1، بسبب اعتمادها على الزراعة والتي تحقق دخل اقتصادي منخفض. رقم 2، تصدير ثرواتها المعدنية والزراعية على شكل مواد خام بدلا من تصنيعها. السؤال رقم 7، حدد الآثار الناتجة عن، يعني ما النتائج المترتبة على. 1، تساوي معدلات المواليد مع معدلات الوفيات في قارة أوروبا. ايه اللي هينتج عن كده؟ ترتب على ذلك أن وصلت معدلات الزيادة الطبيعية إلى 0، وبالتالي ثبات عدد السكان. رقم 2، ما الآثار الناتجة عن ارتفاع معدلات المواليد وانخفاض معدلات الوفيات في مصر؟ ترتب على ذلك ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية في مصر، حيث وصل إلى 25.2 في الألف عام 2014. رقم 3، ما الآثار الناتجة عن ايه؟ ارتفاع نسبة فئة صغار السن في الدول النامية. ايه اللي هينتج عن ان نسبة فئة صغار السن مرتفعة في الدول النامية؟ يترتب على ذلك تحمل هذه الدول ميزانية ضخمة. ليه؟ لتوفير الغذاء والملبس والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات. رقم 8، ماذا يحدث إذا انخفض معدل المواليد في قارة أفريقيا؟ إيه اللي هيحصل لما معدل المواليد ينخفض في قارة أفريقيا؟ سيؤدي ذلك إلى انخفاض معدل الزيادة الطبيعية في قارة أفريقيا. رقم 2، ماذا يحدث إذا ارتفعت معدلات المواليد في قارة أوروبا؟ إيه اللي هيحصل؟ رقم 1، سيؤدي ذلك إلى التأثير في معدلات الزيادة الطبيعية بقارة أوروبا، ولن يحدث ثبات لعدد السكان. رقم 2، تحمل دول أوروبا ميزانية ضخمة. ليه؟ من أجل توفير الغذاء والملبس والرعاية الصحية والتعليم. رقم 3، ماذا يحدث إذا زاد اهتمام دول أفريقيا بتعليم الإناث؟ سيؤدي ذلك إلى إيه حبايبي؟ انخفاض نسبة الأمية بين الإناث في أفريقيا، وزيادة فرص العمل للمرأة، وانخفاض معدل الزواج المبكر للإناث. رقم 4، ماذا يحدث إذا أصبحت الصناعة النشاط الاقتصادي الأول في مصر؟ ستكون مصر من الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع، وبالتالي ارتفاع مستويات معيشة سكانها. رقم 5، ماذا يحدث إذا قامت دول قارة أفريقيا بالاستفادة من ثرواتها المعدنية والزراعية في التصنيع؟ ستتحول تلك الدول إلى إيه؟ دول ذات دخل اقتصادي مرتفع، وبالتالي ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي. رقم 6، ماذا يحدث إذا انخفضت الزيادة السكانية في مصر؟ سيؤدي ذلك إلى زيادة فرص العمل وزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي. رقم 9، دل الجغرافيين على صحة كل عبارة من ما يأتي. تتعدد العوامل التي تؤثر على معدل الوفيات في العالم، أو بمعنى آخر إيه هي العوامل المؤثرة على معدل الوفيات في العالم؟ رقم 1، حيث تتمثل في مستوى السكان والتغذية والخدمات الصحية العامة، ونجد أن معدلات الوفيات تقل في الدول التي تراعي مستويات الوقاية الصحية وحماية البيئة من التلوث. وكمان معدلات الوفيات بتزداد في الدول التي تقل فيها الرعاية الصحية وتنتشر فيها الأمراض
رقم 2 الحروب والكوارث الطبيعية كالجفاف والزلازل التي تؤدي إلى زيادة معدلات الوفيات. وهي دي كده العوامل اللي مؤثرة في ايه؟ العوامل المؤثرة في معدلات الوفيات في العالم. رقم 2 دلل يعتبر عدد الأطباء مؤشرا مهما على الرعاية الطبية بدول العالم، حيث كلما زاد عدد الأطباء بالنسبة للسكان في دولة ما دل ذلك على زيادة الرعاية الطبية بها، فتوجد دول ذات رعاية طبية فائقة مثل معظم دول أوروبا وروسيا ودول أمريكا الشمالية. كمان عندنا دول ذات رعاية طبية مرتفعة مثل مين؟ مثل مصر والأردن والإمارات. وفي دول ذات رعاية طبية منخفضة مثل النيجر وأثيوبيا في أفريقيا ونيبال في آسيا. رقم 3 دلل تتنوع دول العالم من حيث مستوى الدخل الاقتصادي. هقول في رقم 1 دول ذات دخل اقتصادي مرتفع بتعتمد على ايه؟ الصناعات والخدمات. بيتركز معظم سكانها فين؟ في المدن في مستويات معيشة مرتفعة، زي دول ايه؟ مثل دول غرب أوروبا، دول أمريكا الشمالية، دول الخليج العربي في آسيا. كمان عندي فئة اللي هي دول رقم 2 دول ذات دخل اقتصادي فوق المتوسط، تعتمد على ايه؟ على التصنيع والتنمية الاقتصادية والأنشطة الأخرى، زي مين؟ مثل تركيا في آسيا، دول شرق أوروبا والمكسيك في أمريكا الشمالية ودولة جنوب أفريقيا. رقم 3 دول ذات دخل اقتصادي أقل من المتوسط، بتعتمد على ايه؟ التصنيع النامي والأنشطة التقليدية مثل الهند في آسيا، مصر والمغرب في أفريقيا، أوكرانيا في أوروبا، والبرازيل في أمريكا الجنوبية، وهايتي في أمريكا الشمالية. رقم 4 دول ذات اقتصاد زراعي منخفض، بتعتمد على الزراعة وبيتركز معظم سكانها في الريف مثل باكستان في آسيا والكونغو في أفريقيا. ما العلاقة بين ايه هي العلاقة اللي بتربط بين معدلات المواليد وبعض العادات والتقاليد السلبية في قارة أفريقيا؟ أدى انتشار العادات والتقاليد السلبية في قارة أفريقيا مثل الزواج المبكر للإناث والرغبة في إنجاب أكبر عدد من الأبناء إلى إيه؟ ارتفاع معدلات المواليد بها. رقم 2 ما العلاقة بين معدل الزيادة الطبيعية والدول المتقدمة؟ تنخفض معدلات الزيادة الطبيعية في الدول المتقدمة. بتنخفض معدلات الزيادة الطبيعية في الدول المتقدمة نتيجة لإيه؟ لقلة عدد المواليد وعدد الوفيات معا، وساعد ذلك على أن أصبحت الدول المتقدمة ذات دخل اقتصادي مرتفع. رقم 3 ايه هي العلاقة ما بين الدخل الاقتصادي والنشاط الصناعي كنشاط رئيسي في الدولة؟ يرتفع الدخل الاقتصادي في الدول التي تعتمد على النشاط الصناعي، ومن أمثلتها دول غرب أوروبا ودول أمريكا الشمالية ودول الخليج العربي بآسيا. رقم 11 ما تقييمك لمصداقية العبارة الآتية؟ السكن والتغذية أثر على معدلات الوفيات. العبارة صادقة، حيث أن الدول التي توفر مسكن ملائم وتغذية سليمة والخدمات الصحية العامة تقل بها معدلات الوفيات، بينما الدول التي لا يراعى فيها ذلك تزداد بها معدلات الوفيات. رقم 12 ما مقترحاتك لخفض معدل الزيادة الطبيعية في قارة أفريقيا؟ رقم 1 يجب العمل على تقليل معدل المواليد من خلال القضاء على الأمية وبعض العادات والتقاليد السلبية مثل الرغبة في إنجاب أكبر عدد من الأبناء والزواج المبكر للإناث. رقم 2 زيادة النشاط الصناعي المتطور. رقم 3 الاعتماد على طرق الزراعة الحديثة التي لا تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة. رقم 2 يا حبايبي ما مقترحاتك لتصبح مصر دولة ذات دخل اقتصادي مرتفع؟ رقم 1 الاعتماد على الصناعة كمصدر أساسي للدخل القومي وتطويرها.
رقم 2 عدم تصدير المواد الخام سواء زراعية أو حيوانية أو معدنية والاستفادة منها في التصنيع. رقم 3 فتح أسواق للمنتجات المصرية في الدول الأخرى. رقم 13 اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. تؤدي الرعاية الطبية الفائقة بالولايات المتحدة الأمريكية إلى إيه؟ زيادة فئة كبار السن. زيادة فئة كبار السن. رقم 2 يتساوى معدل المواليد في قارتي مين؟ أستراليا وآسيا. رقم 14 يوضح الرسم البياني الذي أمامك نسبة فئات سكان بعض الدول. من خلال دراستك استنتج سبب تحمل الدولة صاد لميزانية ضخمة لتوفير الخدمات المختلفة. ليه في رقم أو الشكل صاد عندي هقول بسبب زيادة نسبة صغار السن. بسبب زيادة نسبة صغار السن. رقم 15 بما تفسر تختلف أسباب زيادة الوفيات في قارة أفريقيا عن قارة أوروبا. تزداد الوفيات في قارة أوروبا بسبب إيه حبايبي؟ زيادة عدد كبار السن. أما في أفريقيا تزداد الوفيات بسبب قلة الرعاية الصحية وانتشار الأمراض بها. رقم 16 ما العلاقة بين النشاط الاقتصادي ومعدل المواليد في قارة أفريقيا؟ حيث إن من أسباب ارتفاع معدل المواليد في قارة أفريقيا الاعتماد على الزراعة البدائية والرعي حيث تتطلب أيدي عاملة وفيرة. وبكده حبايبي نكون انتهينا من حل أسئلتنا النهاردة. أتمنى يا رب أن الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهولة واليسر، وأتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح. ولو استفدت من الفيديو اضغط لايك والشير والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد بأمر الله. وألقاكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.